سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير. عاودت وليت ليكم فيديو جديده وغوصات جديده، واليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم الكوكيز. وصفه توالم بزاف القهوه العصر. ما نطولش عليكم، نروحوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه بديت بها حبه بيض بدرجه حراره المطبخ، ملح، نص كاس سكر عادي. لازم نخلطو مليح السكر مع البيض حتى نتحصلوا على خليط يكون رايح للبياض. انا هنا استعملت المضرب الكهربائي، اذا ما عندكش استعمل المضرب اليدوي. واكيد لازم لافاني باش تنحينا الريحه تاع البيض. نزيد عليهم نص كاس زيت. هنايا الزيت نزيدها بالتدريج، يعني ما فرخاش ضربه واحده. واستعملت المضرب الكهربائي باش نخلط المكونات مليح. ودايما نقول لكم الزيت بالتدريج هكا باش نيفيتو الزيت تاعنا تخرج من العجينه. وطريقه ثانيه اللي معتمدتها باش الزيت ما تخرجليش من العجينه هي الزيت نبردها في الثلاجه قبل ما نستعملها. بعد ما خلطت المكونات مليح مع بعض، زدت عليهم كاس غير بعنشة واللي هي المايزينا. واكيد لازم نغربلها، كما دايما نقول لكم المكونات الجافه لازم تتغربل. زدت عليهم 2 ملاعق كبار كاكاو بني. انا دايما ننصحكم خيروا الكاكاو اللي يكون نوعيه جيده باش يعطينا ذوق شباب في الحلوى. واكيد لازم خميره كيميائيه نواره، ما كاش اللي ما يعرفهاش، لازم تكون حاضره في الحلويات تاعنا. استعملت ملعقه صغيره معمره مليح. نخلط المكونات مليحه مع بعض. وراكم شفتوني انا نستعمل بزاف المضرب الكهربائي، ينقص عليا الخدمه والتعب. اذا ما عندكش معليش استعملي المضرب اليدوي. واكيد لازم الفارينه. انا هنايا راني وريت لكم كاس بصح مش راح نديرو كاع، راح نزيد بشويه ونلم العجينه ونشوف. كما على بالكم الفارينه كاين اللي تشرب وكاين اللي لا، يعني قادره تدي كاس كاع، قادره تدي كاس غربه. كما انا الوصفه نورمالمون دات لي كاس غربه اذا مانيش غلطه. دوكا تزيد تبان في لا فيديو شحال استعملت. كما تعودتوا عليا انا دائما نستعمل الفرشيطه كي نكون نلم في العجينه، وغير تبدا العجينه تثقل وتتلم نستعمل يدي باش نعرف القوام اللي لازم نتحصل عليه. شوفوا هنايا راني نزيد في الفارينه غير بشويه وبالتدريج. والعجينه لازم تكون طريه، ما تيبسوهاش بزاف، يعني الفارينه ما ديرولهاش فوق عبرها. على بها نقول لكم الفارينه بالتدريج، قادره تفرغي كاس كومبلي ومن بعد العجينه تجي يابسه. كاين بعض اللقطات اللي راني نسرح فيهم هكا الفيديو ما يجينيش طويل، وثاني نتوما تتفرجوا وما تملوش. بعد ما لميت العجينه هذا هو الشكل والقوام اللي تحصلت عليه. العجينه تكون طريه ماهيش يابسه. وهنا صورت لكم شحال استعملت فارينه، يعني استعملت كاس غربه. زدت في العجينه بيبي دو شوكولا، اذا ما عندكش عادي قطع شوكولا العاديه قطعيها بالموس وزيديها. هنايا ما نعجنوهاش بزاف قسمه تدخل لنا شوكولا في العجينه ونحبسو. بعدها شكلت العجينه على شكل كوريات، وزن كل واحده 24 غرام. اذا ما عندكش الميزان عينك ميزانك. بعدها جبت سنيوه اللي تدخل للفرن، درت فوقها ورق الطهي وستفت الحبات تاوعي كما راكم تشوفوا في لا فيديو. وهنايا الفرن كنت شعلته مسبقا، غير يدخلهم طياب من تحت نشعل لهم من الفوق. وهذا هو الشكل بعد ما خرجت سنيوه من الفرن. وهنايا حبيت نصور لكم عن قرب، شوفوا كيفاش خرج مشقق ما شاء الله، مام الذوق تاعو بنين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي لحلوتنا. نتمنى انه تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتشاركوني رايكم في التعليقات. ماذا بيا تدعموني بجيم وكومنتير، واذا راكم اول مره في القناه تدعموني بابوني. انا هكا نزيد نقدم المزيد من الوصفات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو اخرى بحول الله. سلام.